الزمالك غلب ديكاداها 6-0، ورجعنا بعد اسبوعين غياب ما عملناش فيهم حلقه بضيف جديد. ضيف للاسف كان نفسه يطلع معانا من زمان قوي، بس هي الظروف ما اسعفتش. اكبر مشجعي الزمالك في منطقه العجوزه، علي الدين حسام ولا علي حسام عادي ولا علي حسام علي حسام. زملكاوي، مشجع متعصب. وكان بقالي 10 سنين بلعب في نادي الزمالك. باسكت، بيلعب باسكت في نادي الزمالك. جايب لكم واحد من قلب التالتة يمين يا جماعه، عشان بتقولوا لي ان انا ضد ناصر ماهر. قلت لي هتشتم في مين النهارده؟ هو اول واحد ناصر ماهر اهو. يعني انا مش موجه ولا بشتم في ناصر ماهر قصد، انا ما بطقوش. خلينا نشوف الزمالك قدم ايه في الاسبوعين. انت بالنسبه لك يا نيك فيريرا استفاد من الاسبوعين ولا لا؟ اجابه لا لسه ما عملش اي حاجه في الفرقه. طب انا ممكن اسال سؤال، احنا مش لو كنا مشيناه وجبنا مدرب اجنبي كان ده بقى افضل؟ مش دلوقتي. لا، يبقى نسيب الخناقه دي لاخر الحلقه بقى، عشان مش مقتنع بالراي ده. الزمالك في الشوط الاول ماذا قدم؟ اول ربع ساعه طبعا كانت زي القرف، وحشه قوي بجد. يعني ان هي حتى بعد الجول الاول هي ابتدت الملامح تظهر مثلا من الكورنر بتاع حسام مجيد لما عملها كده، كان ممكن تيجي جون عادي. واستمرينا في الضغط اكتر لحد وهي فرقه ضعيفه جدا. استمرينا الضغط اكتر واكتر. في خلال 5 دقايق ولا 10 دقايق بالكتير قوي جبنا 3 اجوان. فكل ما نضغط كل ما نجيب ايه اجوان. بس اللي مضايقني بقى، بص ال3 اجوان مش نابعين عن اي فكر اي طريقه، لا وعشان فرق الكواليتي ما بين ايوه عشوائيه بالظبط. فده بيدل انه مدرب مش كويس. بس بلاش نتكلم في المدرب دلوقتي، خليها في الماتش. اللي لفت نظرك في الشوط الاول مين؟ بالاعجاب طبعا. فتوح كان كويس، رفعاته كانت كويسه. في احمد شريف كان شوطاته يعني ميز نفسه ان هو شوطه حلوه الصراحه. ماشي. عمرو ناصر ما كانش احسن حاجه. ممكن بريزا بس في الشوط الثاني. نعم كلامك الشوط. طب اسالك سؤال، بما انك فتوح تعتمد عليه الماتشات الجايه ولا بنتاج يرجع تديله؟ بنتاج الصراحه انا شايف ان بنتاج افضل. هيكون لو بنتاج افضل بدنيا طبعا هو يكون احسن. يعني حتى فتوح عمل ماتش النهارده برضه يرجع دكه. لا ان هو وحش في الدفاع جدا. صح. شفت الكره اللي في الاول اللي بصها أيوة. طب احمد شريف بقى نفضل مدينه كوينج شمال ولا نرجع عليه شيكو بنزا او ادم؟ انا شايف ان هو كان وسط الخط، يعني كان على الخط ما كانش احسن حاجه، بس اول ما يخش في العمق كان يأدي بشكل حلو. لان هو مش وينج. هو مش وينج اصلا. طب على الماتش الجاي ندي شيكو بنزا ولا احمد شريف؟ اجابه ادم كايد. ايه ده؟ انت مقتنع بادم كايد؟ ادم يا جدعان والله اقسم بالله ما محفظه. انا بقول ان كوينج يلعب. لو ادم كايد مش مصاب ولا في اي حاجه فيه يلعب اكيد. هو اللي يلعب. خد بالك الجمهور مش طايق ادم كايد ده، مش طايق. لا والواد عنده لمسه حلوه كده. طب خلينا الزمالك كشوط اول. انت قلت اللي بان فتوح احمد شريف والفينا. اخوانا الفينا. اوجه انا رساله لناصر ماهر بعد اذنك. يعني كابتن ناصر ماهر، انت قرفتنا ضد الاهلي وقرفتنا ضد كل ماتشات الدوري، مش هقعد اعد لك. برضه حتى ضد الفريق الواقع ده مش قادر تثبت نفسك. انا من وجهه نظري واشوف انت متفق ولا لا، من الماتشات الجايه احمد حمدي يلعب رقم 10 ومحمد شحاته 8 وعبد الله السعيد. ناصر ماهر لازم يقعد دكه. انا شايف كده برضه. انا شايف ناصر ماهر بديل كويس على فكره لعبد الله السعيد، ان هو ممكن ينزل مثلا يعمل الفرقه ولا يعمل اي حاجه. يعني بيتحرك كده، بيحفرك كده في الكوره. مش 90 دقيقه. مش 90 دقيقه خالص، بس هو كباس هو ضايع خالص بالنسبه ان هو صانع العاب. حته الباس فعلا. هو ساعات بيطلع باصات كويسه، لكن صانع الالعاب انت لازم 90 دقيقه بيطلع باصات كويسه. ده بقى ايه؟ باص صح 4 غلط، باص صح 4 غلط. غير التطويل بالكوره ده، انا بيفقعني التطويل بالكوره ده. قلنا الشوط الاول ان عيوبه ناصر ماهر وعيوبه انه فيه عشوائيه. الشوط الثاني هل بان اي شيء في الزمالك؟ الشوط الثاني على فكره بالنسبه لي انا كان اوحش، علشان دي كده هي فاق شويه، او احنا سيبنا الدفاع شويه. فكان في فكره. يعني الونش النهارده راجع وكان في مثلا حوالي 3 ضربات جزاء منه على الونش. على الونش كانت ممكن يتحسبوا لو كان مثلا كان حكم تاني، مثلا كان حكم مش كويس مثلا، او هو ضعيف مثلا في التحكيم ولا حاجه. كان ممكن مثلا يستوصل مثلا الزمالك مثلا ويحسب واحده او اثنين. يحسب واحده مثلا. كان في واحده على فكره في ضرب جزاء. لا والله في واحده ضرب جزاء، في واحده مش ضرب جزاء اللي هي بتاعت الكسف القانوني. بتاعت الكسف القانوني دي مش ضرب جزاء، بس في واحده ثانيه لا ضرب جزاء الصراحه اللي دي كده. هو فتحونا شويه، وصبحي كل شويه يشلت الكوره تيجي اللعيب
يعملوا هجمه، بس ايه ما يعرفوش يعملوا حاجه في الاخر، ان هو فريق ضعيف. فريدة انا رايي كنت تدي النهارده عوده وماتسي، مش عارف ليه اه فكره اه صبحي اه والله. غلطه. كتكتيكيا بان اي حاجه الزمالك، ولا لسه العشوائيه زي ما هي في الشوط لا لسه الثاني؟ العشوائيه باينه طبعا، هو لسه فريق ضعيف طبعا. كان وفي فرص طبعا دي على الدفاع نفسه، الدفاع نفسه سيء برضو، الدفاع نفسه سيء. لو كان فريق تاني غير ده كده يا ده، ولا مش عارف اسمه ايه، ده بطل كده ده. الصومال. اه ده بتاع الصومال ده ماشي. ده لو كان فريق تاني مثلا، ده كان اقوى منه بكتير، من مثلا ما كانش من التوب زمان فايف النتيجه كده. من التوب فايف الدوري المصري مثلا. مستحيل ماشي كان زمان مستحيل النتيجه. مثلا، مستحيل. ده كان بنسبة 80% كانت جول بسبب صبحي او بسبب الونش. غلطات صبحي او الونش، ده حقيقي. قبل ما نخش على التقييمات، انا في كام نقطه عايز اقولها. بس انت النهارده شفت ان اللعيبه دي بتضرب وعايز تلعب لعبه كله ناحيه بزيره. انت برضو مصمم بزيره يبقى عليها 4 تروح لعب له الكوره. يا جماعه بص رجليكم، جمعوا اللعب في حته والعبوا الطويله لبزيره. هتقعد برضو تلعب له وسط 4، هيقعد هو يالف ويقعد يتضرب. تاني نقطه لازم نغير ناصر ماهر. تالت نقطه بقى لازم احمد ربيع يبقى ما يسيبش مكانه في مركز اه 6. شفت انت دي؟ شفت انت دي؟ بلاقيه في ال 18. اقسم بالله مش عارف ايه ده والله العظيم. احمد ربيع يعني على فكره هو شكله ديفندر كويس، بس ساعات بروح يعني ببص كده على الكادر، الاقيه ناحيه بزيرة او ناحيه احمد شريف، او الاقيه عند عمرو النصر. ده غلط، وده اتكرر في غزل ويسيب المحله، وده مكانه، يسيب غلط. مكانه. دي على فكره من اسباب الدفاع اصلا اللي تسبب لنا في اول ربع ساعه بس في هو الشوط حس الثاني. الماتش سهل وعايز يجيب جول. اه فاهم؟ فهو خلاص فرقه دفاعها فتح خلاص، انا عايز اجيب جون، عايز اجيب جون، عايز اجيب جون. ده غلط. وده لا لا برضو ما انا بلوم على حته لو في هو مدرب مش بره يقول له محمد اقف شوقي مكانك. هو فاهم؟ لا هو عشان جاب جون في غزل المحله فعايز يجيب تاني وبتاع، عايز يثبت رجله في الملعب. لا لا هو هيثبت رجله في الملعب بديله دونجا. هو مش ازمه، هو مش عارف هو عامل ازمه ليه. لا لا انا بالنسبه لي الزمالك ناقص وناقص كتير. قبل ما اخش على التقييمات، انت ما استفدتش حاجه من الاسبوعين التوقف. ما شفناش يعني 6 جوان ما فيش منهم هجمه حافظينها. الكورنرات، الكور الثابته، اسبوعين مش عارف تدربهم على لا كوره ثابته. ممكن بس الجون اللي هو بتاع سيف الجزيري بس، اللي هو دي يا هي صاحبي حته، هي مش حته جمله. بتاعت لما لبسها له كوبري كده فيها ايوه ماشي، دي فنيه من خوان فنيه بزيره، بس. لكن مش مدربهم على حاجه. انت الماتش الجاي عارف عندك مين؟ البنك الاهلي. البنك الاهلي لسه غالب الجونه 3-0 اللي انت بتعادل معاها، ومدربه ايمن الرمادي معروف هيحصل فينا ايه يعني. ارجوكوا مشوا فريرة قبل ما يحصل كارثه. انا بقول مشوا فريرة ده من اول يوم تعيين لي، وهفضل ورا الموضوع ده لغايه ما انا يمشي. بقول نمشيه في اول شهر 12 مع التوقف الدولي بتاع افريقيا. مع التوقف الدولي. اول ما نجيب مدرب جديد يشوف بقى الامكانيات اللي احنا ممكن نجيبها في يناير. طب والسوبر المصري اللي كمان شهر ده؟ ما هو يجيبه قبل السوبر المصري. لا السوبر المصري في 11، انت بتقول يمشي في 12. يعني خسرنا السوبر المصري. طب يعني لا لا طب بص اقول لك تقييمات بعد كده نيجي للاخر. مم. تقييمات ماتش دي قضايا 6-0. نبتدي معاك. صبحي كم من 10 يا فندم؟ صبحي 3. انا بالنسبه لي 2 من 10. واقول 2 ليه؟ واحد والله ما عملش حاجه صح. والله 3 كتير. 3 كتير بالظبط. حسام عبد المجيد 6. 8. بصراحه انا بكرهه. لا بس هو كويس انا بكره، كويس. لا انا بس انا بكره في بس هو حاجات. ما يسالش في حاجه في الماتش، ما يتسالش. عشان كده بقول لك 8 مش 6، لان هو طلع بالكره على الاقل شويه صح. انا بالنسبه لي 8، انت 6. الونش 4. انه كان ممكن يلبس ضربات جزاء كتير. الونش جاي مش فايق خالص. نفس ال4. انا ادي فتوح بقى عشان حبيبي معلش 7 من 10، بس ما تلعبش وترجع دكه زي ما الراجل ده قال لسبب 7. دفاعيا. دفاعيا هو مش 7. حلو، بس بنتائج لو ما اتظبطش فتوح يلعب. بس فتوح دفاعيا مش احسن حاجه. عمر جابر عمر جابر برضو كان كويس في الشوط الثاني على فكره، كان كويس في الشوط الثاني. لما طلع كويس لما لا لا طلع. لا كان كويس اول ربع ساعه في الشوط الثاني. هديله 5 أو 6. يا عم والله ما نرجعها لك 6. اصل عمر جابر ده دايما يا 2 يا اقل، بس خلاص المره دي عشان كسبنا بس عمل 6-0. ماتش الاهلي حلو. احمد ربيع عشان انت هتخليني ازعل منك. احمد ربيع محمد ربيع 5. 5. 6 والله. كان في انت الالتحامات 6 كويس. انا 5. كان في الالتحامات كويس على الاقل. انا بقول لك هو 5 اصلا دفاعيا، اصلا هجوميا لا ما فيش، ما يتحركش اصلا. ما ينفعش يطلع. هو مش عارف هو بيطلع ليه. اللي جنبه كان احمد حمدي احمد حمدي كان كويس 8. 8 وراجع من الاصابه، ويا ريت ياخد مكان ناصر ماهر كمركز 10. هروح انا مع احمد شريف 7 من 10 كويس، بس برضو لازم نجيب وينج. هو مش هيحل لك مشكله الوينج. 7. 8 جون ولا جون وشبه اسيست، هو مساهم في الجون بتاعه. تقييمك عند ناصر ماهر عشان الناس بتقول لي ان انا جاي عليه؟ 2.
2 و0. انا طول ما ناصر ماهر اساسي وهو بيعمل كده هقعد اديله 0. انا ظالمه يا صاحبي، يا صاحبي لا. ده مخسرنا 60,000 نقطه، ده مش 0. خوان بزيرة بتاعته يا حبيبنا ده بقى يعني 9 10 عشان خاطري، عشان خاطري 10. تسعة هو الوحيد بس. اللي ياخد تسعة 10 بس. معلش. يا عم 10 10 يا عم بس. عشان خاطرك بس. يلا بقى 10 يا عم. عمرو نصر. انا ده اتصدمت بصراحه، انا كنت مستني اكتر من كده. الواد كويس الواد كويس، هو في فاركو بس انا ما شفتوش لحد دلوقتي. والله في الزمالك هو نوعا ما بيقدم كويس، بس انا اتصدمت فيه في ماتش النهارده. لا. كنت هسألك سؤال بس خلاص. ممكن 5 عشان الجول. 6 ندعم نفسيته يا جماعه. مهاجم الزمالك الاول عدي الدباغ، بس عشان ما نفتيش كتير اللي يقول لي سيف الدين الجزيري، اللي يقول لي عمرو نصر، هو عدي. وجهه نظري وهتناقش فيه بيها بعد التقييمات. اللي نزلوا سيف جعفر. سيف جعفر هو جاب جول ما بحبوش الصراحه. ما بحبوش بصراحه، تقييمي انا وهو ليه ما بنحبوش بصراحه. اللي جنبه بارون. لا ما لسه تظلموش. صغير. ايوه ما تظلموش لسه صغير. اديله 6. لسه مش حاجه. 6 مغترب وجاي لنا يا حرام. تحت السن كده. تحت مين تاني؟ سيف الجزيري يعني كان 7. 7. وسيف الجزيري يبتدي، انا بكرهه بس يبتدي ياخد يعني هو كفايه عليه الصراحه، هو كفايه عليه، بس هو دكه كويس لحد يناير مشيه، بس دخله على الاقل القايمه بعد كده. شيكوبانزا ما بطيقوش. لا ولا يعني هو بس عمل شوطه اللي هي الكوره اللي حطها بره والجون فاضي دي، ملعوبه له بالعرض طخ بقى تقريبا، هو ما لحقهاش كان جاي في الطريق تقريبا. كارثي. الجون فاضي حطها بره. انا بديله 4. 3. المدرب تقييمك لانك فيريرا النهارده؟ متضايق قوي ان نفسي عبد الحميد معالي يلعب. نفسي الواد ده يلعب، نفسي والله. انا مقتنع ان هو كويس، بس هو بصراحه بزيرة بعيد قوي عنه اصلا. ماشي بس ماتش زي ده طيب ما يدروش. فعلا كان لازم ياخد على الاقل احسن من سيف جعفر. ده هو مقتنع بلعيبه غريبه. تقييمك لانك فيريرا كام برضه قلت لي؟ 5 كويس. 5 ده كويس يعني. عشان انا هسكت عشان الناس بقى بتتضايق لما بقيم يانيك فيريرا. خش بعد كده على النقطه اللي بعد كده عشان نقفل بيها. قلت لي يانيك فيريرا يمشي في شهر 12 صح كده؟ ما يمشيش دلوقتي حتى لو اتغلبنا من البنك الاهلي؟ لا هو خليه كده، خليه. هو فكره لو انت مشيته دلوقتي لازم تجيب مدرب مصري، وانت لحد شهر مثلا 12 ولا شهر قبل السوبر ولا حاجه لازم تجيب مدرب مصري. ان هو انت المفروض تكون بتكلم حد اجنبي. لا ايوه، وانت في الفتره دي مؤقت بالظبط. مدرب مصري مؤقت لحد شهر 12 كده. هو للاسف كلامك واقعي، احنا اتزنقنا. انا كنت بقول نغيره من قبل كده، انما انت دلوقتي مزنوق. صح انت صح. اصل هتمشيها تجيب مصري. مين مصري موجود؟ مؤمن سليمان مش هيجي لك، طارق مصطفى مش هيجي لك، هتجيب مين؟ خلاص هتجيب محمد حلمي والشغل ده. لا معانا مدرب مصري كابتن حازم امام يمسك سنه قدام مشروع. لا يبقى فعلا يمسك يانيك فيريرا لحد يخسر السوبر ويغور في 60,000 داهيه. لا بس يا رب والله لو خسر السوبر ما يكملش. يعني خسر الدوري هيكسب السوبر؟ خسر ماتش الدوري يكسب السوبر؟ صعب قوي يا صاحبي. بما انه حارس مرمى، قبل ما نقفل الحلقه، عواد صبحي المهدي سليمان. مهدي سليمان ما شفناهوش. كعامة مهدي سليمان مع الأندية اللي لعبها يعني، أو مهدي سليمان أعلى من عواد وصبحي، بس عشان كان يعني كبير يعني وعنده خبرة كبيرة. بس أنا شايف أنا بطيش الصراحة صبحي، ما بتقوش مش برتاح وهو بيلعب. غلطات لا مش برتاح خالص. عن نفسي أنا بحب عواد. ماشي يعني أنت شايف إن عواد اللي يقف؟ أنا شايف عواد اللي يقف. غلط ما غلطش، عواد اللي يقف. بص انا مش عارف، انا الثلاثه بالنسبه لي يعني ببقى الثلاثه ما شفتش مهدي سليمان بسبب قلقان سواء عواد او صبحي. لا يعني انا ساعات بكون مطمن شويه ان عواد واقف الجول، بس صبحي لا. صبحي لا ما بتطمنش يعني. الكوره بيشلت، مش عارف يشلت الكوره، مش عارف يلعب برجله، مع ان مثلا تقريبا صبحي من احسن الناس بتلعب برجليها. ده حقيقي، بس دلوقتي خلاص بقى. لا مفيش اكتع. لا ضايع خالص. عايز توجه اي حاجه قبل الماتش دي قضاها العوده؟ شكرا. بس خلاص كده انا محتار ومش عارف نعمل ايه في يانيك فيريرا. مش عارف الزمالك هيمشي ازاي. 6-0 بس 6-0 خادعه. الاهلي كسب 1-0 بس على الاقل جاب مدرب جديد هنشوفه معاه حلو ووحش. انت الزمالك رايح للمبهم.
في نهايه الحلقه بنشكر علي. سلام.